بيقولوا ان المطعم ده فيه شيف بيعمل احلى نجريسكو ببورسعيد. النهارده هنتغدى في مطعم ام جي اويسيس او واحد ام جي، انا مش عارف ام جي بترمز لايه. وعندهم مطعم تاني تابع نفس الشركه اللي هو ال او ال تريبل 6. هي اسامي المطعمين مش اسهل حاجه، بس غالبا ده هيتقال عليه ام جي والتاني 3 ستات. هو الشيف نفسه مسؤول عن المطعمين. مكانه في النورس، بتدخل من البوابه اللي جنب جلال كافيه. هتلاقيه هنا المكان ظريف، عباره عن قسمين او صالتين. انا رحت كالعاده على العصر، وده ميعاد ما بيكونش زحمه خالص، المطاعم بتكون فاضيه تقريبا في الميعاد ده. قررنا نقعد بره هنا، يعني الجو كان حلو، فيه هوا جاي من البحر غير المراوح اللي شغاله. طلبنا اول حاجه طبعا النجريسكو، وفي اصناف ما كانتش متاحه عندهم في المنيو وقتها زي الكباب والجمبري والحاجات دي، فطلبت كمان طاسه سجق بينزل معاها طحينه وسلطه وعيش. طلبنا فراخ جريل. الاطباق الرئيسيه بينزل معاها يا اما مكرونه، او بدل المكرونه تختار صنفين زي الرز او البطاطس او الخضار السوتيه. فانا اخترت مع الطبق ينزل بطاطس وفرايز. نبدا بالنجريسكو، حجمها كويس، الصوص كريمي وكميته كبيره، فيها فراخ ومشروم. الفراخ نظيفه جدا وتسويتها ممتازه، وطبعا اخده وش جبنه، طعمها حلو جدا ومخدومه، والولاد حبوها جدا. وطبعا اتبقى من الاكل شويه، فبناخده كالعاده تيكاوي معانا. وهنا دي نقطه مهمه قوي بحكم بيها على الاكل، لما الاكل يبرد خالص بيبان لو في اي حاجه ما كانتش تمام، وهي الاكل نازل سخن ما كانش باين فيه مثلا زفاره بسيطه او مكونات الكواليتي بتاعتها مش قوي، فدي حاجات بتبان قوي لما الاكل يبرد. لكن نجريسكو لما اكلت منها بالليل كان طعمها احلى واحلى. هل هي احلى نجريسكو في بورسعيد؟ مش عارف بصراحه، انا ما جربتش كل الاماكن اللي في بورسعيد، بس هي خطيره. تاني طبق طاسه السجق معاها خضار، فلفل وبصل وطماطم، وحاطين صوص باربيكيو واخده وش جبنه. هما بيقولوا اللحوم عندهم كلها بلدي. تتبيله السجق حلوه، الصوص جامد قوي، العيش كويس بس ما كانش سخن. الطحينه ما كانتش افضل حاجه، يعني في احسن من كده. وغير كده ميكس الطحينه مع الباربيكيو ما عجبنيش. انا حبيت السجق اكتر مع الرز، بيبقى جامد. فلو هطلب الطبق ده تاني هطلب معاه رز، بلاش العيش والسلطات والحاجات دي. الفراخ الجريل عباره عن شريحتين من الصدر مع صوص المشروم. فراخ مستويه كويس، بس الصوص كان فيه طعم ليمون عالي شويه. الرز حلو، كميته محتاجه تزيد سنه بس، والبطاطس كانت حلوه وسخنه. الاكل كان كله حلو، مفيش حاجه ضايقتنا خالص. ولو ده مستوى المطعم على طول فيبقى من الاماكن الواحد يزورها تاني. وطبعا معرفش برضو الشيف اللي موجود هو ماسك المكان بقاله كتير، ولا يعني انت عارف المطاعم بتتغير كل شويه مستواها، والناس اللي شغالين فيها ممكن يتغيروا. بس انا بتكلم عن تجربتي عن الزياره دي. الاكل كان حلو بصراحه، ولغايه كده كنا ماشيين كويس لغايه لما نزلت المشروبات. طلبت ليمون نعناع وموهيتو. هما المشروبين يعتبروا حاجه واحده من ناحيه المكونات، لكن ستايل مختلف وبيدي في الاخر طعمه مختلف. الليمون بالنعناع كان طعمه خفيف، يعني محتاج يزيد ليمون، وكان محتاج سكر، وكمان مش معمول بميه ساقعه. المفروض يتعمل بميه ساقعه غير التلج اللي انت بتحطه، لان هو المشروب كان جاي يعتبر ايه، يا دوب ساقع سنه كده بس. اما الموهيتو بيبقى عباره عن شرايح ليمون وكام ورقه نعناع كده، بتهرسهم على خفيف جوه الكوبايه عشان الطعم اللي فيهم يخرج، وتضيف عليهم صودا ليمون. ولو هتحط صودا ساده يبقى هتزود عصير ليمون وسكر، بالاضافه الى التلج كتير. يعني هنا مستخدمين سيرب نعناع وطعمه مش حلو خالص. فالاكل تمام، المشروبات محتاجه تظبيط شويه بس. الشيف اللي ماسك المطعم هو محمد نبيل. انا شفت بوست لناس كانوا بيشكروا في اكله، وخصوصا نجريسكو، عشان كده احنا جربنا المطعم وسلمنا على الشيف، شخصيه محترمه جدا. وتاني، انا في اي تجربه في اي فيديو بعمله ما بقولش للناس روح جربوا المطعم اللي عجبني، او لو مطعم ما عجبنيش ما بقولش الناس ما تروحوش. كل واحد حر في قراره، تروح تجرب المطعم او ما تجربوش، دي حاجه مش هتزودني ولا هتنقصني حاجه. انا ما بعملش اعلانات في المطاعم، انا بس بنقل تجربتي بمنتهى البساطه. بس دي كانت تجربه ام جي اويسيس. سلام.